الهاكرز مش دايما بيكونوا لابسين القبعة السوداء وقدامهم الشاشات اللي عليها الأكواد الخضراء في غرفة مظلمة. لا، ممكن يكونوا قاعدين في غرفة في مكتب والغرفة إضاءتها بيضة. النهارده هقول لك ازاي ممكن حد يخترق حسابك بكليك واحد منك، الايميلات الغريبه اللي بتتبعت لك، او الطرق اللي ممكن حد يخترق بيها حسابك. لان الهاكر دلوقتي ما بقوش يستخدموا الطرق التقليديه او يتعبوا في انهم ياخدوا معلوماتك او الداتا بتاعتك، ولكن بيخلوك انت بنفسك اللي تسمح لهم بكده. اولا، لو الرابط طويل او مش مفهوم او اتبعت لك من حد انت مش واثق فيه ما تفتحش الرابط. ثانيا، لو الرساله فيها استعجال او حد بيقول لك اضغط فورا علشان تعرف حاجه تخصك ما تضغطش على اللينك، هو بيحاول يستدرجك. ثلاثة، لو المرسل غير رسمي، البنوك والجهات المحترمة مش بتطلب منك معلومات دقيقة او معلومات عن رقم بطاقتك او اي باسورد من خلال الرسائل، ده بيتم في الفروع فقط. لو شكيت في اي لينك ما تفتحوش، اضغط على الموقع وغير الباسورد بتاعك وفعل ال 2FA او المصادقة الثنائية. لو عاوزيني اتكلم عن الفيديو الجاي خطوات عملية اشرح لك فيها ازاي تفعل المصادقة الثنائية، اكتب لي في كومنت وشير لصاحبك اللي دايما بيفتح اي لينك يتبعت له.